عارف ايه هو اغلى كنز انت بتضيعه كل يوم وانت فاكر نفسك انك شاطر؟ انت بتصرف من رصيد مش بتاعك، ولو عرفت الرصيد ده فاضل فيه كام هتقفل على نفسك بابك ومش هتطلع منه للدنيا دي تاني. الحكاية بدأت بشاب كان مهووس بالنجاح والفلوس لدرجة انه نسي ابوه وامه وما بقاش يزورهم. وفي يوم جاله طرد غريب، علبة خشب قديمة فيها ساعة رملية، الرمل اللي فيها لونه أحمر زي الدم، ومعاها ورقة مكتوب فيها كل حباية رمل بتقع هي ثانية من عمر أغلى إنسان عندك. لو عايز الرمل يقف لازم تدفع من وقتك أنت. شاب ضحك وافتكر مقلب ورمى الساعة في المكتب، بس لاحظ حاجة غريبة، الرمل بيجري بسرعة مرعبة، وكل ما الرمل ينزل يجيله تليفون إن أبوه تعب أكتر أو أمه دخلت المستشفى. بدأ يترعب، جرب يقلب الساعة، الرمل برضه فضل ينزل، جرب يكسرها، الساعة ما بتتكسرش. افتكر جملة لازم تدفع من وقتك أنت، حط إيده على الساعة وبدأ يتمنى من كل قلبه إن ياخد من عمره ويدي لوالده ووالدته. أنا مستعد أقعد معاهم بس الساعة تقف. وفجأة الرمل وقف. الشاب جري على بيت أبوه، دخل لقى أبوه قايم وصحته زي الفل، حضنه وبدأ يعيط، بس هو بيحضنه بص في المراية وصرخ من كتر الرعب. لقى نفسه بقى راجل عجوز، شعره ابيض وجلده مكرمش وظهره بقى محني. الساعة ما خدتش ساعات من يومه، الساعة خدت سنين في اللحظة اللي قرر فيها إنه يضحي. بس وهو بيبص في وش أبوه اللي رجع يبتسم فهم الحقيقة اللي توجع. احنا بنضيع سنين في الجري ورا حاجات ممكن تتعوض، وبنبخل بساعات على ناس هم أصلا عمرنا. ما تستناش الساعة الرملية تخلص عشان تعرف قيمة اللي معاك. زور أهلك، شبع عينيك منهم قبل ما تدفع الثمن من عمرك وانت مش حاسس.